يقول أحد الأخوة أعرفه جيدا والله، يقول اتصل بي مكروب، قال أقول لك عندي غسالة في البيت خربانة ما عاد ينفع فيها شيء، وبغالي غسالة جديدة وقيمتها 500 ريال والله ما أملك شيء. فيقول هذا الرجل المبارك، يقول اتصلت على فاعل خير، قلت أقول لك عندنا مكروب وقيمة الغسالة 500 ريال، قال أبدا عندي بعد العصر اتصلك. اتصلت بهذا المكروب، موعدنا في المكان الفلاني بعد العصر. يقول هذا الرجل والله ما أملك في جيبي إلا 500 ريال مصروفي. وصلنا إلى المحل أدوات الكهربائية، أدق على الرجال ما رد، أرسل له يا فلان أنا فلان ما رد. وهذا الرجل وصل، وصعب أن أكسر خاطره وقلبه. المحنة الجديدة في جيبي 500 خلاص، لحظات كذا حاسمة، زوجتي ترسل لي طلبات، جبنا طلبات والرجال قدامي، لكن هذا امتحان من الله. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ضيق عليك أنفق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله اليسر سيأتي والخلف من الله سيأتي، بس شوف أنفق وأنت موقن. قلت اللهم يا رب قد اخترتك. هذه 500. يقول سبحان الله وفي قلبي من اليقين أن الله لن يخيبني. قال وتركته واشترى الغسالة. الآن الأغراض كيف أسوي؟ والشيطان يجيك من هناك مطفي النور، ها؟ الشيطان يعدكم الفقر، وليش تعطيه؟ وأساليب الشيطان الجديدة لو أنك خليتها في جيبك تعوذ بالله من الشيطان. والله ما أن غربت الشمس ذلك اليوم يأتيني تحويل 5000 ريال من شخص أعرفه، لا كان بيني وبينه أكثر من 10 سنوات، وأنا أعرف أنني قد أقرضته 5000 ريال لكنه ما جابها. ثم يأتيك الفرج من طريق بعيد لم يخطر على بالك، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول 5000 هذه والله قد يئست منها، لأني حينها أرسلت له ما رد علي، لكن الله يفعل ما يشاء.